تخيل يا مؤمن تصحى من أحلى نومة تلاقي نفسك مخلل جوه علبة تونة حديد مقفولة ببرشام. لا شباك ولا باب ولا حتى مروحة تشيب تهوي عليك. ومعاك روم ميتة عبارة عن فار ميت والدبان بياكل فيه. دي مش بداية نكتة بايخة، ده كابوس أسود هتعيشه دلوقتي لحظة بلحظة. الفيلم بيبتدي والذبابة عامل أفراح العمدة على وش مارك اللي مرمي على الأرض جثة هامدة. الراجل بيفتح عينه والدنيا بتلف بيه، حاسس إن دماغه فيها شنيور شغال، صداع هيفجر نفوخه. فاكر نفسه كان خاربها امبارح والتقل عمل معاه الصح، بس في اللحظة دي بيشم ريحة مجاري بتضرب في مناخيره بتقلب معدته. بيلف وشه بيلاقي الكارثة جنبه، فار ميت والدبان مغطيه. يا صباح الرعب والروايح العطرة. مارك اتنطر من مكانه زي الملدوغ وقعد يبص حواليه مذهول. لقى نفسه في أوضة قرعة ما فيهاش غير دولاب حديد مصدي لازق في الحيطة ولمبة يتيمة في السقف، والباب حديد ضخم وتخين يقولك إنه محبوس في خزنة بنك مركزي مش أوضة فندق. مارك جري يحاول يفتح الباب، الأكرة محجرة كأنها ملحومة في الباب. قعد يرزع ويخبط وينادي: يا بشر يا هو افتحوا، ده مقلب رخم قوي. فاكر إن أصحابه بيشتغلوه، بس مفيش نملة ردت عليه. طلع تليفونه بسرعة يشوف الدنيا، لقى الشبكة لا توجد خدمة. طبعا ما هي كملت. جري على الدولاب يحاول يفتحه، القفل بتاعه عنيد ومش بيتحرك ومش شايف جواه ايه. ولما قرب يشم الدولاب الدبان هاج في وشه وتف عليه كمان. حتى الدبان مش طايقه. مارك قعد يلف حوالين نفسه يدور على كاميرات مراقبة يمكن حد بيشوفه، ملقاش ولا عدسة. راح مزغق ومحروق دمه وقال لهم: يا ولاد التيت لو ما خرجتوش حالا هعمل بيبي هنا في الأوضة. ولما مفيش حد عبره، الراجل نفذ وعده، راجل بصراحة، ووقف عملها على الحيطة وهو نازل سب وشتايم ولعنات في اللي خاطفينه. للساعات اللي بعد كده مارك قعد يكلم نفسه زي اللي لسعت منه، بيحاول يعصر دماغه يفتكر جه هنا ازاي، بس الذاكرة أبيض يا ورد. وفجأة استوعب المصيبة الأكبر وقال: ده أنا لو محدش لحقني هضطر أعمل التقيلة كمان على الأرض وهتبقى زريبة رسمي. وبدأ يصرخ: جعان عطشان يا جدعان، حد يلحقني، عايز أكلم مديري، عندي شغل. قعد يرزع على الباب تاني وقلع الحزام بتاعه وقعد يجلد في الباب عشان يعمل دوشة أعلى، بس كله فالصو. وبعد دقايق من الشكوى والندب على ريحة الفار المعفن، مارك جاب آخره وبدأ يرفس في الدولاب برجله، وبرضه مفيش فايدة. طلعت شعبط فوق الدولاب وقعد يزعق ويصوت ويطلب الرحمة، ولا حالات لمن تنادي. تاني يوم الصبح الفار الميت بقى عبارة عن كتلة دود، منظر يخليك ترجع اللي في بطنك. مارك صحي كان نايم على الأرض، لقى الحال زي ما هو، مسك تليفونه ويشيك عليه، راح واقع منه بالغلط دب على الأرض اتفشفش 100 حتة. قالك يا عم في داهية، كده كده خردة. العطش بقى هيموته ولسانه نشف. وهنا مارك وصل لمرحلة الضرورات تبيح المحظورات. من كتر العطش وخوفه من الهلاك قلع جزمته وعمل فيها بيبي وشربه عشان يبل ريقه. يا حاجة أشعر البدن. وبيقول لك طعمه وحش، أمال مستني إيه، شربات ورد؟ المهم بيحاول يوهم نفسه إنها بيرة. بعد شوية زعيق لبس الجزمة المبلولة قرف السنين وراح رافس الفار في الباب. وهو بيتحرك خبط اللمبة، لقى حاجة بتشقلل قواها، خبطها أجمد وقعت ولقى مفتاح. مارك خايف يفتح الدولاب لا يطلع له مصيبة، بس فتحه، لقى أنبوبتين غاز وعدة شاكوش وإزميل. مسك الشاكوش والإزميل ونزل تكسير في الباب، بوظ الدهان بس الباب ولا اتهز. عافر مع أنابيب الغاز لحد ما أداة ساعدت يفتحهم، وركب العدة وعمل بوري نار مشعل لهب. وجه النار فورا على رشاش الحريق في السقف، ولا نزل نقطة مية. وجه النار على الباب، عمل بقعة سودة ومحروقة بس الباب مسحش. جرب يدق مكان الحرق بالشاكوش، برضه بلح. مارك جاب آخره من الغل وفوت خالص، رمى الدولاب في الأرض وقعد يخبط فيه، وطلع فوق وكسر رشاش الحريق بالشاكوش، وقعد يدمر كل حاجة حواليه زي الطور الهايج لحد ما بقى كل شيء فتافيت. ما هديش إلا لما أدرك إنه بيضيع مية جسمه وطاقته على الفاضي. قعد على الأرض يحلل الموقف وقال أكيد في حد سادي مريض بيتلذذ بتعذيبي ببطء. فجأة لمح خرم صغير في الحيطة، قرر يوسعه بالعدة. التراب عمال يدخل في عينه وهو شغال بغل وانتقام، حتى لما خبط إيده بالشاكوش وعور نفسه ما بطلش شغل. ومن كتر التعب وضيق النفس فتح الغاز وشمه عشان يغمى عليه ويرتاح من العذاب ده، بس لحق نفسه وقفل الأنبوبة في آخر لحظة واستغفر ربنا. نرجع لفقرة المطبخ الزبالة. مارك الجوع قرصه فراح للفار الميت وقعد يلقط الدود وياكله وهو قرفان وبيموت من جواه، وبيقول بالتريقة: الله أكل صحي وأورجانيك، أورجانيك في عينك يا معفن. ورجع يشرب من جزمته تاني، وكان هيرجع. كمل تكسير في الحيطة لحد ما لقى حديد التسليح، جاب البوري وقعد يسيح الحديد وهو بيضحك ضحك هستيري كأنه اتجنن رسمي، ونجح يكسره. افترض إنه وصل لنص الحيطة وقال: أنا خارج قريب، ونام فوق الدولاب.
الدبان صحاه تاني، قام يكمل حفر لحد ما الفتحة بقت تعدي جسمه، زق نفسه بالعافية وعدى الناحية التانية، والمفاجأة لقى نفسه في خزنة تانية طبق الأصل. يا خيبتك السودة يا مارك، الباب ده كمان مش بيفتح. بص وراه لقى نجفة واقعة وتابوت وسلسلة نازلة من السقف. شد السلسلة، النور نور، خاف من التابوت ورجع مد إيده جاب الإزميل سلاح. فتح التابوت لقى واحدة ست نايمة ومستورة، نغزها كام نغزة ما صحيتش، فجأة صحيت بتصرخ واتلطمت. الست خافت منه وافتكرته مجرم وجريت على الباب بترطم بلغة غريبة، ولما لقت الباب مقفول هربت من الفتحة لخزنته هو حاول يروح وراها ويطمنها ويقول لها اتس اوكي، بس هي بتزيد صويت، فوقع من الضحك على خيبتهم وانهار. هي رمت عليه الفار من الفتحة عشان يبعده، وهو طفى النور ونام في التابوت، وهي راحت قعدت في ركن الخزنة وعملت حمام هناك. تاني يوم الست دخلت عنده بالإزميل وصحته بنغزات، ولما شاف إنهم لسه محبوسين كمل نوم. هي نورت النور وادته الإزميل، يعني قوم فز اشتغل يا عالة. وقع من التابوت وهي ادته الشاكوش، خلاها تمسك الإزميل وهو يدق، خافت على إيدها وسحبتها بسرعة. مسك هو الإزميل وقال لها دقي انتي. الست إيدها ناعمة والدقة بتاعتها فاشلة والحيطة ما تخربشتش. مارك اضطر يشتغل هو كله تاني، كل ما ياخد بريك هي تحاول تشتغل فتعور إيديها، وهو شغال عينه بدأت تزوغ عليها وبدأ ينجذب ليها. الراجل ده رايق بيموت ولسه بيبصبص. فجأة الست احتاجت الحمام، جريت على الأوضة التانية ومارك جري وراها. هي مسكت حتة إزاز خافت لا يغتصبها، هو قلع جزمته ورماها لها وبيشاور يعني اعملي هنا عشان أشرب. قمة الذل والقرف، بس للضرورة أحكام. هي قرفت منه ورفضت، بس هو زعق لحد ما وافقت، لفت ظهرها وعملت الواجب وادته الجزمة. مارك شرب وساب لها شوية تشربهم وعزم عليها بدود، بس هي ما رضيتش، ولما فكر ياكل الفار هي منعته عشان ما يمرضش ويموتوا هما الاتنين. وهو شغال هي حكت عن حياتها في أفريقيا وعيطت، هو غنى لها بصوت جعير عشان يضحكها ويلهيها. هي ضحكت وغنت له بصوت حلو، اندمجت وبقت تطبل على الحيطة وهو يدق على نفس الإيقاع، وسرح خبط إيده بالمطرقة وعور نفسه ودمه ساح. هي قطعت حتة من هدومها وربطت الجرح بحنية، بنت أصول، واضطر يمسك الإزميل وهي تدق، ورغم إنها بطيئة وخبطته بالغلط قال لها فداكي كملي ولا يهمك. فجأة أكرة الباب اتحركت، جريوا يفتحوا مفيش. مارك قعد يخبط ويزعق وهي بتعيط، رجعوا يكسروا، الأكرة اتحركت تاني، الست جريت تفتح مفيش فايدة. مارك هدد وتوعد الخاطفين، رجعوا يشتغلوا، الأكرة اتحركت تالت. مارك فهم اللعبة وقال لها دي اشتغالة طنشي. كل ما يشتغلوا الأكرة تتحرك ولما يبصوا تقف. هنا لقطوا الفكرة المجنونة، لازم يمشوا ناحية الباب بظهرهم وما يبصوش عليه. عملوا كده والباب فتح، دخلوا أوضة تالتة برضو خزنة بس فيها قبر مفتوح وشاهد أحمر ملهوش كتابة ونجفة واقعة. مارك بص في القبر لقاه فاضي، قال بس القبر ده عشان ندفن فيه احنا. قرروا يحفروا جوه القبر وأملها إن الباب اللي وراهم يفتح بنفس الخدعة، بس لما حفروا الباب فضل مقفول. بعد ساعات طويلة من الحفر مارك وقع وسخن وجاله حمى وبدأ يخرف ويشتم، وافتكر إنهم سايبينه عشان ياكل الست. هي خافت بس هو انهار وقال مستحيل أعمل كده. حاولت تقومه وضربته بالقلم ورفسته وزقته بره الحفرة عشان تفوقه. هي كمان انهارت وقعدت تدعي وسقت مارك من دموعها عشان ترويه، ومن كتر اليأس والتعب نموا جنب بعض زي الأطفال التايهين مستنيين الموت، مجرد ونس وسند في اللحظات الأخيرة من غير أي قلة أدب. صحيوا، مارك قطع قماش التابوت وغطاها عشان البرد ورجع نام، وفجأة أكرة الباب اتحركت، صحاها بسرعة وسندوا بعض لأنهم خلاص بيشطبوا بنزين ومش قادرين يقفوا، ومشيوا بظهرهم ناحية الباب. أول ما الباب فتح لفوا وشهم واتصدموا، لقيوا نفسهم في مكان واسع وكله خضرة وشلالات ونور وشمس. طلعوا من الجحيم للجنة بعد ما شافوا الويل وأكلوا الدود وشربوا القرف. نهاية بتوريك إن بعد الضيق فرج، وإنهم نجحوا في اختبار الصبر والتعاون. شفت يا صاحبي اللفة دي كلها؟ الفيلم ده درس قاسي ابن لذينة بيقولك إن مهما كانت الدنيا سودة ومقفلة وضلمة زي علبة التونة دي، مسيرها تفرج والباب يفتح على وسع. بس انت اصبر وعافر وخليك ذكر لآخر نفس، واستعين بالله في الشدة هتلاقي المخرج. يلا بينا، سلام.